أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. هنتكلم فيه عن كيفية إنشاء مزرعة تسمين. هنعرف إزاي نحدد موقع المزرعة وإيه أفضل طريقة لتصميم المزرعة. معاكم الدكتور حماد عريضة، استشاري تغذية الحيوان. بداية أنت محتاج تختار موقع للمزرعة، تختار أفضل تصميم للمزرعة. طيب أنا عشان أختار الموقع بتاعي عندي مجموعة من النقاط لازم تكون متوفرة في المكان اللي هعمل فيه المزرعة بتاعتي. أول حاجة متفقين إن إحنا بنختار الأراضي الحديثة الاستصلاح. طب ليه الأراضي حديثة الاستصلاح؟ لسببين. السبب الأول إن الأراضي القديمة مش مسموح بإنشاء مزارع عليها. السبب الثاني إن أسعار الأراضي القديمة مرتفعة جدا مقارنة بالأراضي الحديثة. يبقى أنا هنا في الأراضي الحديثة لو أنا هشتري مساحة كبيرة، وبالتالي أقدر إن أنا أصمم مزرعة بتصميم يريحني ويأمن لي حساب التوسعات المستقبلية. طيب ايه مواصفات المكان ده؟ المكان ده لازم يكون قريب من الطرق الرئيسية عشان سهولة النقل من وإلى المزرعة، سواء الحيوانات أو مواد العلف. تاني حاجة إن تكون المنطقة قريبة من الأسواق عشان أقدر إن أنا أسوق المنتجات بتاعتي في المزرعة. لازم يتوفر عندي في المزرعة مصدر مستدام للمية ومصدر مستدام للكهرباء عشان أستخدمهم في المزرعة عندي. الارض عندي ما تكونش ارض صخريه، لان الارض الصخريه ما ينفعش ان انا اعمل عليها المزرعه بتاعتي عشان هتاذي الحيوانات. ده رقم واحد، هتتعب في الانشاءات، وكمان صعوبه تصريف المخلفات بتاعت الحيوانات او الميه بتاعت الامطار في فصل الشتاء. الارض لازم تكون مرتفعه خاليه من المنحدرات عشان تامنني من حدوث سيول في فتره الشتاء. كل النقاط اللي فاتت دي كانت ازاي نحدد موقع المزرعه. طيب ازاي بقى نصمم المزرعه او نختار التصميم المناسب للمزرعه؟ المزرعه لازم تكون عندي عموديه على الاتجاه البحري. طب ليه عموديه على الاتجاه البحري؟ عشان طول المزرعه هيبقى من الشمال للجنوب، فده بيبقى افضل تصميم ان هو يديني اضاءه اكتر للمزرعه وفي نفس الوقت تهويه الجيده. يبقى بيضمن لي حاجتين، الاضاءه والتهويه، وكمان بيخليني في فصل الصيف الحيوانات ما بتتعرضش للشمس في وقت الظهيره لفتره طويله، ولكن بستفيد من الشمس في الفتره شروق الشمس وفتره غروب الشمس، ودي طبعا بتبقى صحيه ومفيده للحيوانات وفي نفس الوقت بتعقم لي المزرعه عندي. طيب تصميم المزرعه بالشكل المستطيل، الشكل من الشمال للجنوب، بنحدد او بنخصص في العنابر بتاعتي لكل حيوان من 5 ل 10 متر مربع على حسب عمر الحيوان. طيب انا عندي نظامين للتربيه، عندي النظام المغلق والنظام المفتوح. النظام المغلق ان انا المزرعه عندي بتكون مقفوله بالكامل وبستخدم فيها فتحات للتهويه واضاءه صناعيه او فتحات للاضاءه الطبيعيه، وده طبعا بيبقى نظام مكلف وبيبقى الحيز بتاعه اصغر او المزرعه بتكون صغيره. اما النظام المفتوح فالنظام المفتوح عندي بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما ان انا بعمل مرابط للحيوانات والتغذيه بتتم في المرابط وبعد كده في عندي احواش للترويض، او ان الاحواش عندي بتسع الحيوانات ان هي تتغذى وفي نفس الوقت يبقى للتريض، وبكون العنبر متزود بمدود او معلف للحيوانات وحوض للشرب، وبيكون كل حيوان بيتخصص له مساحه في العنبر من 5 ل 10 متر، وبيكون الارتفاع بتاع المدود او المعلف بتاعي بيكون حوالي 60 سم من الارض، ويكون كل حيوان ليه على المدود مخصص ل 60 ل 70 سم لمساحه للتغذيه بتاعته، ويكون متوفر له مكان في حوض الشرب يكفي لاحتياجاته عشان ما يبقاش في تزاحم بالنسبه للحيوانات على العلف او على احواض الشرب. طيب توفير مظله على ارتفاع 3 ل 4 متر وبعرض 6 متر تكفي لان الحيوانات تستظل فيها فتره الظهيره بعد ما الحيوانات تخلص العلف المقرر ليها في الوجبتين بتوعها. طيب احواض الشرب لازم تكون مناسبه لعدد الحيوانات، والميه فيها لازم تكون نظيفه، ويكون عندي في مظله بتظل احواض الشرب عشان الميه تكون درجه حرارتها منخفضه وفي نفس الوقت تمنع نمو الطحالب في الميه. طيب كمان عندي في المزرعه بيبقى عندي نظامين
لانشاء العنابر، يا اما ان انا عندي نظام اللي هو راس لراس او ديل لديل. طيب في حاله ان انا هعمل راس لراس، ده نظام بيبقى افضل، وهو ده النظام اللي احنا بنوصي بيه، وبيكون عندي على الجنبين العنابر، وكل عنبر ليه المعلف بتاعه، وما بين الاثنين ممر او مشايه مساحتها او عرضها بيبقى حوالي 3 متر، ويفضل ان هي ما تقلش عن كده. النظام ده بيوفر لي سهوله الخدمه وسهوله متابعه الحيوانات. اما بقى النظام التالي اللي هو النظام ديل لديل، المعالف بتبقى على الجنبين، وده طبعا بيديني عماله اكتر وصعوبه الفحص او متابعه الحيوانات اثناء التغذيه. كمان تصميم المزرعه لازم يكون موجود في مخزن للعلف عشان اخزن فيه العلف بتاعي، وكمان ان لازم يكون عندي مخزن الادويه البيطريه او صيدليه بيطريه ومبنى للاداره. واخيرا خليك فاكر ما تربيش وخلاص، ولو عجبك الفيديو ما تنساش شير ولايك، وسيب لنا التعليق بتاعك في كومنت. اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله مشاريعكم تكبر وتنجح، وفي امان الله.